أهلا وسهلا بكم أصدقاء القناة مع آخر الأخبار والمستجدات. لكن قبل البداية رجعنا أصدقائي تفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وباش نبقاو باتصال مع بعضنا إن شاء الله. بعد صدور حكم بالسجن لمدة عام ضد زعيم حركة الإخوان راشد الغنوشي، أصدرت حركة النهضة بيان في الغرض قالت فيه: مع تواصل الإيقافات الظالمة وغير القانونية في حق المعارضين السياسيين وبدقات الإيداع دون التحقيق مع الموقوفين، تمر السلطة إلى المحاكمات السياسية الجاهزة، وذلك بعد إصدار حكم بالسجن في حق رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي على خلفية تأبينه لأحد الصحفيين وذكر مناقبه في مقارعة السلطة من أجل الحرية والكرامة. إن حركة النهضة يهمها أن: أولا، تندد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي وتعتبره حكما سياسيا وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا. ثانيا، تؤكد أن الأستاذ راشد الغنوشي المعتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح أدلى به لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن عندما تبين له أن ذلك دون جدوى قرر عدم المثول أمام القضاء الذي لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة حسب تعبيره. ثالثا، تذكر بتصريحات وكتابات الأستاذ راشد الغنوشي المناهضة للتطرف والداعية للوسطية والاعتدال ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية. هذا ويذكر أن المحكمة قضت بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أحد أهم رموز المعارضة لمدة سنة سجن. وذكرت هيئة الدفاع عن الغنوشي أن الحكم غيابي في قضية رفعها ضده أحد أعضاء نقابة أمنية على خلفية وصفه لعناصر الأمن بالطواغيت، وذلك أثناء تأبين أحد المنتسبين لحركة النهضة. وقررت الهيئة مقاطعة كل جلسة الاستماع والمحاكمة بسبب ما وصفته بعدم سلامة الإجراءات القضائية. ويذكر أن راشد الغنوشي موقوف منذ مدة أكثر من شهر بعد أن وجهت إليه عدة الاتهامات الخطيرة الأخرى.